السلام عليكم. كيفكم يا أحلى متابعين؟ لحظة ثواني خلينا نظبط الشغل ورانا ليه. طيب كذا الصوت واضح. كصدى ممتاز صح؟ طيب والمايك لازم أقرب شوي. طيب كذا ها. طيب خش على الجديد. أكبر فضيحة عسكرية على مر التاريخ، نسأل الله العافية، فشيلة بكل ما تعنيها الكلمة. طبعا الكل عنده خبر ان اسرائيل سرت على ايران وضربتها ضربة تصحي منها وهي تمطر على قولهم. ضربة ما مرت على اي دولة في التاريخ بهذه الطريقة. يعني العالم اللي كانت تقول ايران وايران، ما شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي. يعني في ضربة واحدة تمسح لي 20 قائد، ومم أي قواد، يعني ما هم جنود، قادة جيوش لهم 30 و40 سنة، قادة عظماء بالنسبة لإيران، تمسحهم كذا في ليلة. هذا جنان. وفي أول ضربة هذا مو معقول ولا قد صارت. يعني كأن إسرائيل تعطي رسالة للعرب كذا والمسلمين اللي تعذبوا منها طول السنين هذه في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن، في فلسطين. كأنها تقول لهم ترى الربع تراهم نمر من ورق، يعني خرابيط ترى إيران هذه. أنا أعطيكم دليل بسيط. يعني في ليلة كأنها الليلة، في ليلة وأول ليلة يمسحون 20 قائد. يعني هذا دليل على أن إيران ما تقدر تقول كل إيران أغبياء، يعني صعبة. إيران أذكياء وعباقرة، فيهم عباقرة وفيهم أذكياء وفيهم. أنت عارف أن العالم راح تضربك، خلاص أنت عارف أن العالم راح تضربك. ترامب أعطاك مهلة 60 يوم من 12/4 ميلادي ل 12/6. خلصنا 12/6 توقع الضربة. لا يغريك بالمفاوضات وفي جلسة يوم الأحد ويضحك عليك ترامب ويجلدك من هنا نتنياهو. المفروض انك تكون جاهز. خلاص العالم قالت لك نووي ما راح تمتلك نووي، وعلمناك. انا مسكين، ما عندي من السياسة شيء. حزين انا بالنسبة للسياسيين والعالم والقادة. قبل شهرين منزل لك مقطع وقايل لك سلموا لي على خامنئي سلام كثير، ترى الدور جايك يا خامنئي. وانا ما افهم شيء في السياسة، فما بالك بقادتك وبك انت يا عود. وش الضربة هذا اللي مسحت العالم هذه كلها؟ اسمعوا الفريق اول محمد باقري، هذا عظيم ترى بالنسبة لهم، شيء مو معقول في القتال. وفي اللواء حسين سلامي، اللواء غلام علي رشيد. انتم مركزين على كلمة اللواء هذه. اللواء امير علي حاجي زادة، داود شيخيان، اللواء مهدي رباني ومسجدي ومنبري ولا عندهم من الإسلام شيء. غلام رضا محرابي ومسجدي ومنبري، عيش يا معلم. والعميد مسعود شانتي. هؤلاء تم قصفهم في ليلة واحدة. ضيف عليهم علي شمخاني اللي رتب على الصلح بيننا وبين